السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في شيوات اشرف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد غريبه اللي غادي تكون بالكاوكاو وغتكون زوينه بزاف. هنا كما كتشوفوا عندي هاد الجبانيه، عندي فيها قبيصه نتاع الملح، وعندي هنا كاس نتاع كاوكاو محمر ومطحون كما كتشوفوا هكا. ني انا غادي ندير كل شيء مره واحده، وغادي ندير كذلك الزبده. عندي هنا 50 غرام بحراره المطبخ، السكر حتى هو، كل شيء غادي نوضعو مره واحده، وغادي نخدم مزيان هاد الزبده هكا حتى كيدخل فيها داك السكر وداك الكاوكاو. هنا اخواتي كما كتشوفوا من بعد ما كندخلوا هذاك السكر مع ديك الزبده مزيان غادي نبدا نضيف هذا الكاس نتاع الزيت هكا، وكنخدموا اليد نتاعنا يعني حتى كتولي لنا على شكل بوماد. هنا اخواتي كما كتشوفوا كنخدموها حتى كترجع هكا على شكل بوماد. غادي دابا نبدا نعبر في الدقيق. انا هنا عبر الكاس الاول، غادي نعبر جوج الكيسان، وغادي نضيف هذيك الخنشه نتاع الخميره هكا، شاصي وحده نتاع الخميره نتاع الحلويات. وغادي نقول لكم اخواتي شحال خدات ليا كاس نتاع الدقيق هذه الحلوه. من بعد ما نجمعها، يعني اهم حاجه ملي نكونوا نجمعوها هي نبقاو هكا ما حدنا حنا كندخلوا فيها الدقيق وحنا كنصايبوها هكا، كنعلكوها بين الاصابع نتاعنا هكا. انا اخواتي هنا هاد غريبه خدات ليا 4 الكيسان ونص نتاع الدقيق كما كتشوفوا، كتبقى هكا كتشوفوها نتوما بحال اللي راه ما مجموعاش، ولكن ملي كنهزوها باليد اللي ناشفه وكنشكلوها هكا يعني كنحسوا بها صافي، نحسوا بها على هذا القوام هكا، نحبسوا ما نزيدوش الدقيق. هنا اخواتي غادي نبدا نجمع هكا الغريبه نتاعي، يعني الحجم كيبقى اختياري لكم، غير نحاولوا اننا منين نصايبوها بالراحه اليدين ما نضغطوش عليها تهبط لتحت، لانها هي ملي غندخلوها للفرن كتشقق. الا كنا ضاغطين عليها ما يعني كتجي مفقعه بزاف وما كنقدروش نهزوها من اللاطه نتاع الفرن. غادي نكمل اخواتي التشكال نتاع الحلوه نتاعي، غادي ندخلها للفرن دايره كيسخن. دائما غادي نوضعوا عليها اول حاجه العافيه من الفوق غريبه، ومن بعد نشعلوا عليها من التحت. هذه هي اخوتي غريبه ديالنا اللي كتجي مشقه وكتجي زوينه بزاف كما كتشوفوا، كتجي رائعه وزوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله جميع الاخوات يجربوها ويردوا عليا في تعليقاتهم طيبه، كنقدمها لهم بالصحه والراحه.